السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دائما نبدأ بالصلاة على النبي حبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. إن شاء الله هذا الفيديو تصيبكم في صحة جيدة وهناء دائم إن شاء الله. ونرحب كامل بجدد اللي يدخلوا القناة تاعي لأول مرة، نقول لكم مرحبا بكم، الدار داركم. ديروا زر الجرس باش يوصلكم جديد وزر الاعجاب وبارطاجيو. بارك الله فيكم. اكيد كنتم تشوفوا الكيفيه كيفاش خرجت خفيفه. وعرفتوها واش هي خبز الدار، يعني خبز طلوع الكوشه نقولوا له حنايا. تقدروا تشربوا به قهوه، تقدروا تاكلوا به كي يكون ماشي حلو تاكلوا به الماكله. نبداو على بركه الله، ندخلوا في المقادير. عندنا هنايا الغيسيبيون تاعنا ولا الليان. نجيبوا الكاس المعروف تاع 220 مليلتر، نعمروه بالسميد. السميد رطب، ماذا بكم النوعية تكون اللي تشرب الماء اللي عندها الغري يعني. نديرو 3 كيسان تاع السميد رطب مصير يعني مغربل، عمروهم مليح بومبي. ونزيدو في كل كاس نديرو ملعقة تاع الفارينة مصيرة تاني. دايما صيروا السميد تاعكم والفارينة تاعكم. نزيدو ملعقة تاع لافاني وملعقة واحدة ممرة مليح، ونص ملعقة ونص تاع خميرة الفورية تاع العجين لأنه بدات الحالة تبرد شوية. نزيدو 5 مغارف تاع السكر اللي هو القيس تاع نص كاس. هذاك الكاس اللي كيلنا به السميد هذاك هو نديرو نص تاع السكر. نزيدو كاس حليب تياد يعني فاتر، ماهوش سخون مليح وماهوش بارد. نزيدو نص كاس يعني كاس ونص تاع حليب. النص الاخر نحتفظوا به، ولا ما عندكش الحليب ديري كاس حليب وكاس ماء، تقدري ديريها بالماء وحده. هنا نزيدو بياض البيض، وإلا عندك البيض ديري حبة كاملة لأنه الصفار تاني عنده الدور تاعو. إلا ما عندكش ديري غير البياض، والصفار احتفظي به تدهني به الوجه تاع الخبز تاعنا. نخلطو هكا كيما راكم تشوفوا كامل المكونات. دوكا نحي هذاك المغرف اللي كنت نحرك به، نكمل بيدي هكذا نخلطو مليح مليح باليد خير، نتحكموا فيها مليح، نخلطوا مليح مليح باش يدخلوا كامل هذوك المكونات، ونغطيوها نخليوها تطلع مدة تاع 10 دقائق ومن بعد نرجعوا ليها. هنايا جازوا 10 دقائق، شوفوا تفاعلت هذيك الخميرة. دوكا نجيب الملح، مغرفة تاع الملح ماشي معمرة بزاف لانه ديجا فيها السكر. نخلطوا ندوبو مليح هذاك الملح، نذوبوه مليح مليح. ومن بعد نجيبو الزيت. عندنا نص كاس تاع الزيت، تقدري ديري الميلونج بين الزيت ولا مارغرين. الا ما عندكش لا مارغرين ديري غير الزيت. نبداو نديرو غير بشويه تاع الزيت، ما نديروش على ضربه. ندخلو الشويه اللي درناه مع الاول يدخل مليح هكذايا، نعجنوه واحد نص دقيقه برك هذا ما كان. ونكملو الكميه تاع الزيت تاعنا، كملوها كامل. في كل مره نديرو نعجنوه حتى يتشرب كامل من هذاك الزيت. ومن بعد نزيدو نديرو مكون واحد اخر اللي هو داك النص تاع الكاس تاع الحليب. باش هنايا شوفوا كيفاه لازم تستعملوا يعني شويه يديكم فيها عجين شويه وشنو ما تحسوش لانه راكم تعجنوا وديروا في المكونات، ماشي كيما تبداي تعجني بقى ديري في الماء وتعجني. هنا يسمى الفرق بين المكونات كي تكوني تعجني متحسيش كامل بها كي تعجني ديجا العجينه شوفوها رطبه وسهله ما راهيش صعيبه كامل. هنا كملنا الكميه تاعنا تاع الزيت، قسمتها على 3 مرات هذا ما كان. ودوكا نجيبو هذاك نص كاس تاع حليب نديرلو غرفه تاع الخميره تاع الحلوى، الخميره هذه تاع الحلويات.
علاش ما درتش كامل باكي؟ لانه كي ديري كامل باكي تجي هذيك المروريه تاع الخميره في المطلوع تاعنا في الخبز تاعنا. ديروا غير نص باكي بركات، ونديروا مغرفه تاع الخل ماشي معمره بزاف ومغرفه تاع القارص. الا ما عندكش الخل ولا القارص ديري واحد برك فيهم، خلطوهم مليح. شتو كيفاش تفاعلت هذيك الخميره مع القارص مع الخميره، هذاك الحليب والخميره والقارص والخل. الا عندك حليب تاع لحظه ديري تاني مغرفه، الا ما عندكش استغناي عليه. ديجا حنا من الاول انا خلطناه ديجا بالحليب، سما كي تزيدي هنا يزيد له غير شويه تاع الخفه. نبداو نديرو في هذاك الخليط ونعجنو، نديرو بشويه ونعجنو كل ما يتشرب الكميه اللي درناها نزيدو. انا راني كملت الكميه. نعجن دوكا، ندخل كامل هذاك الحليب باش يتشربوا، ومن بعد نستعمل هذه الطريقه. عبالكم علاش نستعملوا هذه الطريقه؟ باش يخرج لنا خفيف، يخرج لنا الخبز تاعنا خفيف، يخرج لنا ريشه، يخرج مهوي لداخل، ما يكونش كاع من عنده هذاك اللي اسمه البابه. دوك في الاخر تشوفوه كي نفتح لكم الحبه تشوفوه كيفاش خرج فارغ لداخل، فارغ خفيف. انا كي نحيته من واسمه دوك نكمل لكم. دوكا راني غطيته تشرب كامل هذاك الحليب، نغطيه ونخليه ثاني يزيد يطلع. شتو غطيته بزوج طراشم وهاد النيلو، خاطر بدات تبرد شويه الحاله. هذاك النيلو دهنوه شويه، دهنوا العجينه من الفوق بالزيت باش ما يسقلكمش هذاك النيلو. شوفوا العجينه شحال خرجت خفيفه، شحال خرجت شابه سهله، متخافوش كامل. شوفوا كيف نستعملوه غير من البرا للداخل، من البرا للداخل. ومن بعد ندهنوا السنيوه تاعنا اللي هي 35 سنتيم على 30، تخرج لنا سوسوه. قيس العجينه سوسوه. وهذيك السنيوه دهنتها بالزيت، دهنوها مليح مليح بالزيت، ومن بعد رشوها بالفرينه. الا عندك بابي كويسون ديري بابي كويسون. ومن بعد نخلوها ترتاح شويه، واحد 2 دقائق ولا باش نفتحوها باش تسهل لنا. خاطر كون ما تخلوهاش ترتاح نتوما تفتحوا وهي ترجع للوسط، خلوها ترتاح باش تحلكم بالخف. شوفوا عمروا كامل هذوك الجوانب تاعها، ومن بعد خلوها تطلع. زيدوا نغطوها ثاني، نغطيتها بالسنيوه وزدت لها بالسربيته. ومن بعد دهنتها بصفار البيض اللي زدتلو مغرفه تاع الحليب. تقدروا تزيدوا ثاني شويه تاع لافاني. ومن بعد نديرو السانوج، ديروا سانوج ولا جلجلان ولا. انا هذه درت سانوج وزدت زريعه الكتان وزدت واسمه السمسم يعني اللي هو جلجلان. تقدروا تزيدوا حبه رشاد، تزيدوا كلش باش يخرج لكم خفيف على قلبكم وبصحتكم. شوفوا هنا شعلت الفرن نص ساعه من قبل باش يسخن مليح، والطياب على 180 درجه. ديروه في الرف الوسطاني. ومن بعد كي تشوفوه طاب من تحت بدا يولي صفر يعني على الجوانب، شعلوا حبطوا السنيوه تاعكم حتى كامل وشعلوا من الفوق وحمروه. ومن بعد كي تنحوه خليوه يبرد شويه، ومن بعد دهنوه بشويه عسل، يعني زياده عسل ولا المعجون ولا لا حبيتو، ماشي اوبليجي. شوفوا هنا كي قطعته، شوفوا الطياب تاعو خرج هايل، ما محروق ما والو، ما قعد هكاك خضر. شوفوا شحال ما شاء الله خرج خفيف، شغل لي بونج، شغل بونجا. شتو كي بدينا من تحت كنت درتو هكاك واحد فوق واحد، شغل لي بونج. شوف شغل فارغ الداخل بونج. انا السنيوه كي خرجتها من الوسمه من الكوشه خرجت خفيفه بزاف. هذيك السنيوه ماشي ثقيله، شغل ما دايره فيها الاخر هذاك اسمه حلوة والو ولا ما نشافها، شغل فارغه كامل، شغل خفيفه بزاف. شوفوا بسم الله ما شاء الله، عجبهم بزاف للعائله تاعي. درتو البارح خلاص درت اليوم. البارح ما صورتوش كي خرج هايل،
صورته لكم اليوم. ونقول لكم خياتي ديروا لي جيم وبارطاجيو مع الأحباب. خياتي ما تبخلوش عليا بالبارطاج وبالاشتراك والجيم. على بالي بلي راني نشقي في روحي كي نقول لكم هكذايا، اشاك فوا نقول بصح نصيب ما كاين والو، ما على باليش وعلاش. دمتم اوفياء في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.